كلام الناس ملهوش لازمة، وازاي نتحرر منه ونرجع نعيش لنفسنا. ده الكلام اللي قلته في فيديو شورت نزلته على التيك توك والانستجرام، وحسيت ان الموضوع محتاج كلام اكتر من كده. موضوع ان كلام الناس ملهوش لازمة، لان في ناس كتير قوي بتتأثر بكلام الناس، وفي ناس بتشوف ان كلام الناس اقوى منها. ففي حلقة النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده اكتر. ركزي معايا. تخيلي انك قاعدة في مكان وفي اشخاص كتير جدا حواليك، وكل شخص معاه مايك وبيقول رأيه فيكي بكل صراحة ووضوح. في اللي هيقول انك اتغيرتي، في اللي هيقول انك ما بقيتيش زي الاول، في اللي هيقول انك فاشلة، في اللي هيقول انك ناجحة. كل واحد بيقول الموضوع من وجهة نظره. كل شخص بيقول رأيه فيكي من وجهة نظره هو. فانت بتفضلي تسمعي الآراء دي كلها، وفجأة تلاقي نفسك انت ما بقيتيش سامعة صوتك، انت سامعة صوت الناس اللي حواليكي وبس. والسؤال هنا، امتى بدأنا نعيش علشان الناس؟ وامتى بقينا نخاف من رأيهم اكتر من اننا نخاف نضيع نفسنا؟ وفي مرحلة في حياتنا بنمر ونكبر واحنا معتمدين ان قيمتنا بتيجي من رضا الناس، ونجاحنا بيجي من رضا الناس. اللي هو لو الناس شايفاني كويس فانا كده كويس، لو الناس شايفاني ناجح فانا كده ناجح، لو العالم كله سقف لي فانا كده شخص كويس، ولو الناس انتقدتني يبقى كده انا في حاجة غلط. والموضوع actually اصعب من كده بكتير، لان الانسان ممكن ينجح لدرجة كبيرة ولسه يحس انه مش كفاية، وممكن يعمل نجاحات رهيبة ويبقى محتاج حد يقوله انت شاطر، محتاج حد يقوله برافو. ده بيحصل لاننا بقينا بنربط قيمتنا برأي الناس، لاننا بقينا بنربط قيمتنا وحياتنا برأي الناس ورضا الناس وكلام الناس. طيب ليه كلام الناس بيوجع؟ كلام الناس ممكن يوجع مش لان كلامهم قوي، ولكن في جزء جوانا بيصدق ان قيمته لازم تيجي من بره. فلما حد يقول عنك حاجة سلبية، مش الكلمة اللي بتوجع، اللي بيوجع ان الكلمة لمست خوف قديم جواكي. خوف من الرفض، خوف من الفشل، خوف من المحاولات، خوف من اول الخطوات، خوف انك ما تكونيش كفاية. فانت بدل ما بتسألي هل كلامهم صح، انت بتسألي لو فعلا كلامهم صح يبقى انت كده قيمتك راحت. فانت بانية كل حياتك وكل قيمتك على رأي الناس وكلامهم، والموضوع ده بيبقى ضغط ومرهق جدا. والمشكلة اننا بنستنى اذن. في كتير مننا حابب يبدأ حاجة جديدة، في كتير مننا عايز يتعلم حاجة جديدة، في كتير مننا عايز يغير من نفسه، يغير من طريقة كلامه، يغير من اسلوبه، ويغير من ستايل شكله وستايل لبسه، وبيستنى إذن أو خايف من نظرة الناس. في كتير مثلا حابب يتعلم حاجة جديدة، في كتير حابب يبدأ البيزنس بتاعه، في كتير مثلا حابب يبدأ الكونتنت كريتور وصناعة المحتوى، لكن بيكون مستني مثلا موافقة الأهل، موافقة الصحاب، رأي الناس وإعجاب الناس ونظرة الناس. وفجأة العمر بيعدي وما بتعمليش أي حاجة، وبتسألي نفسك أنا كنت مستنية إيه؟ انت كنت مستنية كلام الناس، اللي هو انت بتاخدي قيمتك من كلامهم، فانت كنت مستنية رأيهم وان هما يسقفولك ويدعموكي. وفي اللي هينتقدك وهيقولك انت مش هتنجحي، فانت اعملي اللي يريحك. اهم حاجة حلال ولا حرام، غير كده لا الناس ولا العادات ولا التقاليد. انتي اعملي اللي يريحك. حابة تغيري طريقة كلامك غيريه عادي جدا، واللي هينتقدك اعتبريه مش موجود. حابة تغيري ستايل لبسك غيريه ويكون للأحسن ياريت، ومش مهم كلام الناس خالص. في اللي هيتكلم يقولك ايه ده انتي مش كنتي لابسة ايه امبارح، النهاردة بصي لابسة ايه. عادي جدا، اعتبريهم مش موجودين. فما تستنيش ان الناس تحكم عليكي. غيري طريقة كلامك، غيري ستايلك، ابدأي الحاجة اللي انتي حابة تعمليها. لان انتي لو فضلتي مستنية العمر فعلا هيعدي بيكي، وهتلاقي نفسك ما عملتيش اي حاجة ولا غيرت من نفسك، وبرضه لسه عايشة على كلام الناس. طيب ازاي نبدأ نخفف من تأثير كلام الناس علينا؟ بصي، حاولي
استنى. حاولي تفصلي بين الرأي والحقيقة، لأن مش كل شخص هيمدحك ويقولك كلام إيجابي ممكن يبقى حقيقة، ومش كل شخص هينتقدك ويطلع أسوأ ما فيكي هيبقى حقيقة. فانتي حاولي تفرقي الشخص ده شايف الحقيقة بتاعتي ولا هو بيقول رأيه فيا وخلاص. فانتي اسألي نفسك، هل الكلام ده مبني على معرفة ولا هو مجرد الشخص أخد انطباع عني فبيقوله. وكمان اسألي نفسك، الشخص ده عايش الحياة اللي انتي عايزاها ولا لأ. بمعنى أحيانا بناخد رأي ناس في حاجة هما مش في المكان اللي احنا عايزين نوصلها. يعني انتي مثلا عايزة تبدأي تاخدي كورس جديد في حاجة معينة، انتي بتسألي أشخاص ما وصلتش للمنطقة اللي انتي عايزة توصلي فيها. مثلا حابة تغيري ستايل لبسك، تلبسي مودست واسع وكده، فبتسألي شخص هو ما وصلش لمرحلة ان هو يلبس مودست واسع وكده، فانتي بتاخدي آرائهم بناء على ايه. في حاجة كده بيقول اللي هو مينفعش اخد خريطة لحد ما شافش الطريق اصلا. فانتي بتاخدي رأيهم وهم ما وصلوش للمكانة، فانتي بتاخدي رأي ناس في حاجة هم لسه ما وصلوش في المكانة اللي انتي عايزة توصلي لها. فلما تيجي تاخدي رأي حد، خدي رأي شخص وصل للمكانة اللي انتي عايزة توصلي لها. يعني مثلا انتي عايزة تاخدي كورس مثلا فاشن، اسألي شخص أخد كورسات فاشن وجرب واتعلم. عايزة مثلا تبدأي بيزنس معين، ابدأي اسألي شخص اتخطى وجرب في الموضوع ده. ما تسأليش ناس واقفة في مكانها وتاخدي رأيهم في حاجة انت عايزة توصلي لها وهم ما وصلوش ليها أصلا. أكتر حاجة هتخليكي تعيشي لنفسك مش للناس إنك تقللي مراقبة ردود الأفعال. يعني مثلا انت رايحة مكان، ما تحاوليش تراقبي ردود أفعال الناس، ما تحاوليش تراقبي نظراتهم ليكي، ما تحاوليش تراقبي بيتكلموا عليك ولا لأ، طب بص دي بصت لي ازاي، طب بص دي عملت ايه. لأ، حاولي تقللي مراقبتك لردود أفعالهم، لأن قيمتك مش نظرة إعجاب ولا نظرة ولا كلامهم ولا ده كله. فانتي حاولي تقللي مراقبة ردود أفعالك، وده يخليكي تعيشي لنفسك أكتر بعيد عن كلام الناس عشان ما يأثرش عليكي. كمان نقطة، خلي عندك معاييرك انتي. اسألي نفسك، أنا عايزة أبقى مين، عايزة أوصل لإيه، أنا مؤمنة بإيه، إيه النسخة اللي أنا هحترمها مثلا بعد سنة من دلوقتي. فخلي عندك معاييرك انتي، تسألي نفسك انتي وتعصري عقلك وتعصري ذهنك علشان يطلع كل الإجابات. وبجد لما تقعدي مع نفسك فترة طويلة بعيد عن الموبايل وبعيد عن كل حاجة، وتجيبي ورقة وقلم وتمسكي كده الورقة والقلم وتصفي ذهنك، هتلاقي نفسك بتطلعي إجابات خرافية وحاجات تحفة. فانتي خلي عندك معاييرك انتي، اسألي نفسك انتي عايزة تبقي ايه، انتي مؤمنة بإيه، ايه مبادئك وايه قيمك وايه النسخة اللي حابة تكوني عليها. لأن اللحظة الحقيقية إنك في يوم من الأيام هتقفي قدام قرارات حياتك، هتبقي انت المسؤولة عن قرارات حياتك. محدش هيبقى معاكي في الفشل، محدش هيبقى معاكي في الخوف، محدش هيبقى معاكي في الرفض، محدش هيبقى معاكي في الوحدة. فمش الناس اللي هتعيش الندم ولا الناس اللي هتعيش الخوف ولا الناس اللي هتعيش شعورك وأحاسيسك ولا الناس اللي هتسهر بدل منك. فانت اللي هتعملي كل ده وانت اللي هتعيشي في كل ده. وساعتها هتكتشفي ان اكتر حاجة هتوجعك مش الناس قالت، اكتر حاجة هتوجعك انك سمحت لكلامهم يخليكي ما تعيشيش اللي انتي عايزاه وتوصلي للي انتي عايزاه. فلو النهاردة بتسألي نفسك الناس هتقول ايه او الناس بتقول ايه، لأ، اسألي نفسك انا هقول لنفسي ايه بعد سنة او بعد 10 سنين او بعد 5 سنين من دلوقتي، مش الناس اللي هتقول ايه. لأن صوت الناس دايما عالي، لكن صوتك الحقيقي أهدى وأصدق وأحق إنه يتسمع. وفي النهاية مش كل رأي يستاهل مكان جواكي، مش كل كلمة وكل نظرة تخزنيها جواكي. ولو خرجتي من الحلقة دي بفكرة واحدة، هتكون إنك مش مطلوب منك تعيشي حياة تعجب الناس، مطلوب منك تعيشي حياة تحترميها وتعرفي إنك كنت صادقة مع نفسك فيها. وانت عندك عقل، اسمعي، عندك عقل هنا يفلتر الكلام، هنا ده فلترة. فانت بتسمعي، هنا بتخزني وتفلتري وتحللي،
تاخدي الكلام اللي ممكن فعلا يفيدك والكلام الإيجابي اللي ممكن يساعدك إنك تتقدمي وتبقي لقدام وتبقي الأحسن، والباقي يطلع من الجنب التاني. فانت عندك هنا بتسمعي، عقلك بيفلتر ويحلل الكلام، ولو الكلام إيجابي وهيفيدك تخزنيه والباقي يطلع من الجنب التاني، لأن انتي واعية بشكل كافي إنك تعرفي ايه الكلام المفيد ليكي وايه الكلام اللي هينفعك، والكلام اللي هيأثر عليكي بالسلب تطلعيه من الناحية التانية أكنه متقالش. فعيشي لنفسك، عيشي حياة انت تقدريها وتستاهليها، وما تخليش كلام الناس يكون تأثيره قوي عليكي، لأنه كلام الناس بيهدم. وكده كده الناس في كل الحالات وفي كل الأوقات بتتكلم وهتفضل تتكلم، لأن في ناس كده مش عايشة حياتها غير إنها تعلق على غيرها. هي دي شغلانتها في الحياة، إن هي تعلق على غيرها. الناس دي ما وراهاش شغل ولا مشغلة غير إن هي تعلق على حياة غيرها، وتشوف ده عمل ايه وده راح فين وده جه منين. فانتي ما تركزيش خالص مع كلام الناس، ركزي مع نفسك، ركزي مع أهدافك، قوي علاقتك بربنا، وحققي أهدافك وحققي كل حاجة عايزة تعمليها وبس. ما تركزيش مع حد تاني، ركزي لنفسك وعيشي لنفسك وبس. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. thank you for watching. أشوفكم في الحلقات الجاية. ما تنسوش تعملوا شير لأصحابكم عشان هما كمان يستفادوا. باي باي.